الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وحشتوني أوي 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 فوق ما تتخيلوا. والله ان ربنا اللي يعلم ان انتم، انا حاسة ان حاجة ناقصاني من بقالي يومين كده ولا حاجة، ما عملتش فيديوهات. لاني ما بسمعش كلامكم ولا بقرأ تعليقاتكم. يعني بحس ان حاجة فعلا ناقصاني جامد، لان انا كنت اليومين اللي فاتوا آم، كنت بعيد على اخت جوزي، فهي متجوزة في بورسعيد، في بلد جنب بورسعيد يعني. فروحنا، وطبعا المشوار بعيد عننا فقعدنا كتير. مشوار خد مننا يجي 6 ساعات 4 ساعات كده ولا حاجة في الطريق. وقعدنا يومين هناك عندها. وعما جينا الواحد ما كانش قادر ان هو يعمل فيديوهات ولا حاجة. فحسيت ان حاجه ناقصاني، فقلت اعمل معاكم فيديو النهارده جميل ان شاء الله. يعني يا رب يكون يعجبكم. هوريكم اوضه الصالون بتاعتي. طبعا يعني فرق هو ده الفرش بتاعي، على طول بفرش على طول وبنضف فيها على طول، وايدي بتبقى على طول، مش شرط عيد ولا حاجه. اي نعم، الناس بتحتفل بالعيد وبتروق وبتكنس، دي العادات بتاعت المصريين. بس انا بصراحه على طول يعني انا مخليها كده. ما يعني طول الوقت كده باخد لها فتره، كل فتره كده. يعني اجي كنت عاملاها معاكم مره قبل كده، كنت جايبه الحيطان معاكم وغسل السجاد بتاعي والستاير والدنيا كلها، كنت عاملاها معاكم قبل كده. فالنهارده بقى قلت حبايب قلبي اخدكم جوله معايا كده، وتشوفوا حبايبي قلبي الجداد اللي هم ما شافوش اوضه الصالون بتاعتي. هوريها لكم. بس هي اوضه متواضعه على قد حالها يعني، بس بالنسبه لي يعني ما اقولكوش على جمالها. انا مبسوطه جدا بيها وفرحانه بيها. اهم حاجه القناعه في الحاجه اللي ربنا مديها لك، وتبقي مبسوطه وراضيه باللي ربنا مديهولك. دي اهم حاجه. مش شرط ان انت مثلا يكون عندك قصر ومش عارفه وفي نفس الوقت انا مش مبسوطه. لا، ده انا عايزه حاجه تانية. لكن لما يبقى عندك عشه وراضيه بيها ومبسوطه، دي بالنسبه لك هتبقى احسن من الفيلا بصراحه. فانا بالنسبه لي يعني اوضه الصالون بتاعتي ديت يعني ما اقولكوش على جمالها. انا مبسوطه بيها جدا وفرحانه بيها. لا يمكن تكون ما تعجبش ناس تانية، بس انا مبسوطه بيها يعني وراضيه بيها. والحمد لله اللي الواحد عنده اوضه صالون زي دي. فانا هوريها لكم بقى معايا حبايب قلبي. وهسلم عليكم كلكم كلكم يا حبايب قلبي. بسلم عليك يا ام فارس يا حبيبه قلبي، ربنا يديك الصحه. بسلم عليك يا ام علي يا عمري يا حبيبه قلبي. بسلم عليك يا ام اصاله يا اجمل انسانه في الدنيا. بسلم عليك يا ام نور يا عمري يا حبيبه قلبي. بسلم عليك يا ام نوره يا حبيبه قلبي. بسلم عليك يا حنان يا حنان يا حبيبه قلبي، يا اللي بالمغرب انا متابعاك وعارفاكي وبقرا تعليقاتك على طول، انت عسل. وبسلم عليك يا هدى. وبسلم عليك يا ام عبد الله. وبسلم عليك يا ام مالك. وبسلم عليك يا ام سيف. ربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب، ويسعدكم ويفرحكم ويكبر بخاطركم زي ما انتم ما بتكبروا بخاطر الواحد بكلامكم الجميل في التعليقات. انتم ما شاء الله عليكم ناس جميلة جدا، وروحكم الطيبة بتخلي الواحد ان هو يتعامل معاكم. صدقوني انا حبيتكم اوي فوق ما تتخيلوا. يعني ما بقدرش ان انا استغنى عنكم. عايزة كل يوم اعمل فيديوهات عشان اجي اشوف كلامكم الجميل في التعليقات. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، ويسعدكم ويفرح قلبكم زي ما بتفرحوا قلب كده. يلا حبايب قلبي بقى، عشان ما اطولش عليكم في وقت الفيديو، اوريكم اوضه الصالون بتاعتي اهي. بص يا بنات، دي الشباك بتاعي. عندي شباكين اتنين في قلب الاوضه. ده شباك يعني ده الشباك الاولاني اهو. وديت التكييف اللي هناك ده بتاع اوضه النوم بتاعتي. ان شاء الله هبقى اعمل لكم جوله فيها باذن الله. وديت آم، الشوارع حوالينا هي. ودي بيتنا اهو تحت اهو. شوف الشارع بتاعنا ضيقة كده وحالها هادي كده، ساكت كده يعني، هادي كده يعني. شوارعنا هادية. شوارعنا هادية زي ما انتوا شايفين. بس احنا عندنا بيت تاني بقى. عندنا بيت تاني اللي هو فيه البهايم والحاجات ديت. فدي البيت اللي احنا قاعدين فيه، عشان لو انا ان شاء الله حماتي هتيجي قريب من السعودية هبقى اصور معاكم في البيت التاني دوت. ما تبقوش تقولوا مثلا انتوا قاعدين في بيت عامل ازاي وكده. لا، احنا هنبقى قاعدين فيه، هو بيت عادي متواضع وكل حاجة. بس قاعدين فيه جنب بهايمنا وجنب حاجتنا. وبنيجي بقى زي ما انتوا شايفين البيت بتاعنا ده بقى اهو. دي اوضه الصالون بتاعتي. بيتنا جميل عادي يعني، مش وحش يعني. دي بيتنا الملك اهو. دي اوضه الصالون بتاعتي. ده الصالون بتاعه يا بنات زي ما انتوا شايفين. هو ما شاء الله عليه لونه جميل جدا بصراحه. هو بقاله 10 سنين، بس انا ما بسيبهوش كده. انا بفرش عليه بياضات كده، عشان انتوا عارفين العيال وكده وهرسهم بيدوخهم اهو.
وده عندي كمان اهو، هما كرسيين اتنين وكنبة اهو يا بنات. وعندي كمان شباك اهو كمان في قلب الأوضة اهو. دي الشباك التاني بقى يا بنات اهو، افتحها لكم، بيجيب طراوة جميل جدا بصراحة اهو. وديت ايه دي البلكونه بتاعتي، انا نشر عليها الهدوم، هي البلكونه دي جايه على الصاله، انا نشر عليها هدوم في اللمه التانية اهي. دي هدومنا اللي هي منشوره. وديت ايه الشباك التاني اهو، بلدنا الجميله من فوق اهي، شكلها جميل اهي. ده الشباك الزميل التاني، يعني انا عندي شباكين اتنين في قلب الاوضه بصراحه. اهي يا بنات زي ما انتوا شايفين، بصوا انتوا كلكم طبعا هتعيبولي على الحصيره ديت، يعني بصراحه انا مش قادره اوصف لكم على جمال الحصيره ديت، مريحالي جدا. يعني ايه فوق ما تتخيلوا. لان الحصيره ديت مريحه جدا، بتقدري ان انت تشيليها في ثواني، وبتغسليها بسرعه، ما بتاخدش وقت معاكي زي السجاد، وفي نفس الوقت ما بتجيبش حر وصهد وكده. فانتم يعني لو انتوا عيبتوا عليها ما تعبش عليها ولا حاجه، والله يا بنات هي جميله. بالنسبه لي انا عندي سجاد بصراحه جميل جدا وعيناه، مش هقول لكم ان انا ما عنديش، لا عندي سجاد وعيناه بصراحه، لان انا ما وهو جديد بحاله، لان انا جوزي بيسافر بلاد بره وكده، فلما بيجي بفرش بصراحه السجاد بقى واظبط الشقه وهيئها زي كده، يعني انتوا فاهمين، والواحد لازم بعمل له احتفال وهو جاي. فطبعا هو بيسافر ما بيجيش معانا اللي هم 3 شهور في السنه، 3 شهور كل سنة ونص كده ولا حاجة. فالسجادي طبعا مش هفرشه لأولادي يبهدلوه والدنيا حر وكده، فبجيب الحصر دي بصراحة. أما هو بيمشي بشيل السجاد بتاعي، بغسله وانضفه، واقوم جايه ملبساه تلبيسه حلوه كده، واسيبه وعينه وافرشه بقى في المناسبات، يعني مثلا عندي اسبوع ولدت ولا حاجه، فانا بطلعه بفرش الشقه، فبصراحه بيديني زهوه للشقه جميل. فالوقت الحالي ما فرشتش انا السجاد، لان انا الدنيا عندي بصراحه حر جدا، وما نقدرش ان احنا نستحمل الحر، فبفرش الحصيره ديت، ببتدي ان انا اشيلها وبكنس تحتها، وفي ثواني بكون قاعد على طول ايدك فيها شايلاها على طول، لانها مش متعبه ولا حاجه. بس بصراحه يا بنات الحصر دي حصر طالعه جديده جميله جدا. انا كنت جايبه الحصيره دي الكبيره ديت يعني ب 230، بس بصراحه جميله، بس جايباها 230 قسط. انت بقى لو جبتها فوري هتديها لك اي حاجه تانية اهو يا حبيب قلبي. ودي اوضه النوم، ودي المكتبه بتاعتي اهي، يعني هي مكتبه هما كانوا جايبينها لي في الفرح بتاعي، بس ما شاء الله عليها، يعني خشبها كويس بصراحه، بس هي ما فيهاش شغل كتير، بس هي آه، خشبها حلو، يعني كله كان بيشكر فيها. ودي الكومودينو بتاع اوضه النوم بتاعتي، لان اوضه النوم احنا بنيجي احنا في الشتاء انا وعيالي بنقعد في قلب الشتاء في اوضه النوم، فحولت ان انا عنده مساعد وعنده كومودينو كمان، فقلت اسيب لهم المساعد ويحطوا فيه حاجتهم وكده، لاننا بيقعدوا يذاكروا في اوضه النوم معايا، وبنقعد بقى لان الشقه كبيره علينا احنا والاولاد، احنا والاولاد آه، ف فبنقعد بقى في اوضه النوم، فعايزه المكان يبقى واسع حواليا كده، مش عايزاه يبقى ضيق عليا، فطلعت الكومودينو بتاع الجميل دوت. ودي المكتبه بتاعتي عادي اهو زي ما انتم شايفين. ودي بقى اوضه النوم بتاعت اوضه الصالون بتاعتي اهي، اهي حبايب قلبي. واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واسيبكم في رعاية الله، وما تنسوش اللايك واشتراككم في القناة، واتمنى ان انا اكون خفيفة على ظلكم، وان شاء الله هعمل معاكم الجولة المرة الجاية بقى، هعمل معاكم في اوضة الاطفال واوضة النوم والمطبخ والشقة بتاعتي كلها بالكامل ان شاء الله. واسيبكم في رعاية الله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.